السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم. نتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناة مع تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد، وما تنسونيش من لايك، كذلك تزوروني على الانستغرام. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفة ديال الدنجال مشرمل، كيجي بنين رائع بواحد الشرموله اللي هي زوينه بزاف. كتحطوه هكا ديروه في شي قرعه الزاج وتخليوه في الثلاجه، تحطوه هكا كمقبله مع الحوت اولا مع طويجنات، كيجي زوين بزاف ورائع. هنايا بالنسبه للشرموله كندير واحد الكميه مزيانه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين. كنضيف 3 الفصوصه ديال الثومه محكوكين، معلقه صغيره ديال مطيشه الحك وشويه الهريسه. كان في العطريه كنضيف معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال البزار، راس معلقه صغير ديال سكنجبير وشويه ديال الملحه على حسب الذوق، معلقه ديال التحميره وواحد نص معلقه ديال القزبر يابس وشويه ديال الماء. تقريبا نجهد واحد 4 كاس باش هكا كتخلطي هذيك الشرموله. هو الصراحه كيبغي شويه السودانيه، كيبغي يكون شويه حار، كيجي بنين كتر. الا درتو السودانيه فمن الافضل. صافي المهم اللي ما كيبغيش الحار ممكن ما يديروش، المهم بحال راه كتجي بنينه. بعد ما كنخلط ديك الشرموله هكا بهذه الطريقه كنخليها جانبا، وكناخذوا الدنجال ديالنا اللي من بعد ما غسلناه بطبيعه الحال وخليناه حتى كيقطر شويه من داك الماء. هنايا انا عندي الدنجال كبير، الا كان متوفر عندكم الدنجال داك الصغيور غيكون احسن، يعني هو كيجي كاحسن. باش هكا كتحطوه في القريعات ديالكم تخليوه في الثلاجه، تيجي زوين وتيجي حتى كتير، وكيجي هو صراحه هو اللي كيجي افضل. المهم انا كنتوفر عندي غير هاد الدنجال الكبير ماشي مشكل. المهم كنعمرو هكا، قبل ما كنعمرو كنقطعو على 4 حتى كنوصل داك الشابو ديالو، ولكن ماشي حتى للحد، غير شويه وصافي كيف ما كتشوفوا معايا. وكنستمر كنقطع داك الدنجال كامل، ومن بعد كنعمرو مزيان بديك الشرموله من دوك الجناب كاملين اللي قطعنا، يعني من الداخل كامل كنعمرو بديك الشرموله، وكنستفوه هكا في الكوكوت اللي غادي نطيبوه فيها. من بعد كناخذ هنايا واحد 2 طرونشات ديال الحامض، وكنديروه هكا من الفوق على داك الدنجال. صافي بهذا الشكل هذا. من بعد ما كندير الحامض باش كيجي شويه محمض، باش كيجي بنين، كنزيد هنايا واحد 4 كاس ديال زيت الزيتون من الافضل، ولكن الا بغيتو تخلطوها ماشي مشكل، تخلطوا شويه هكا شويه هكا، ولكن كنفضل انا من الاحسن تكون زيت الزيتون. هنايا كنضيف نص كاس اولا كاس الا ربع ديال الماء على حسب الدنجال، ولكن الدنجال غالبا راه كيطيب دغيا. كنسد على الكوكوط ديالي وكنخليه على نار تكون مهيله حتى كيطيب وكيتعلق وكينشف من داك الماء نهائيا، تتبقى غير ديك الزويته طالعه عاقده صافي، كيجي رائع بنين. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، ما تنسونيش من لايك وكذلك الاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو جديد.